العاشرة مساء بتوقيت أسمرة. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير، وإليكم نشرة الأخبار لهذا المساء من الفضائية الإريترية، أستهلها لكم بأهم ما ورد فيها من أنباء. بناء سد في دك شحي، جهود لخدمات تعليمية متوازنة، الدفع بالعملية التعليمية في عدروسو، رئيس الصين يفتتح عرضا كبيرا للقوات البحرية، قمة تاريخية مرتقبة بين كيم وبوتين في روسيا، ومقتل شخص ونزوح أكثر من 1000 بسبب فيضانات كندا. كانت تلك سيداتي وسادتي عناوين النشرة، ومعكم فيها نور الدين خليفة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. تجري أعمال بناء سد بتعاون الحكومة والسكان في ضاحية دك شحي بمديرية لقو عنسبة لحل مشكلة المياه. وأشاد مدير المديرية السيد إبراهيم حقوس في مناسبة بدء البناء في 21 من أبريل بمبادرة السكان بالتعرف على مشاكلهم والعمل لحلها، مؤكدا استعداد إدارة المديرية لتقديم كل المتطلبات. وأوضح المشرف على العمل عضو مكتب وزارة الزراعة في المديرية المهندس يمسجن جويتو أن السد المشيد بالإسمنت المسلح يبلغ عرضه 10 أمتار وبطول 90 مترا وعمق 12 مترا. وذكر مدير ضاحية دك شحي السيد ولد جبرائيل ولدو أن المنطقة شهدت إشكالية نقص المياه مع انخفاض المياه الجوفية في السنوات الماضية، ويشارك 150 شخصا في العمل يوميا لإنجاز العمل في أقصر وقت. وأشار السكان إلى انطلاقهم للعمل بكل قوة بتنسيق قدراتهم لإنهاء المشكلة، منادين الجهات المختصة بدعمهم. دعا المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في إقليم عنسبة السيد تسفات كفلة لتضافر جهود أولياء الأمور والمعلمين والإدارات لتحقيق خدمات متوازنة في التعليم الثانوي والارتقاء بنتائج الطلاب في إقليم عنسبة. وأوضح لدى لقائه أولياء الأمور والمعلمين ومسؤولي التعليم في حقات بأنه مع إرساء المؤسسات التعليمية المجانية يتوجب العمل الجاد لإصلاح النتائج المتدنية للطلاب وقلة مشاركة المرأة في المرحلة الثانوية. من جانبه قدم المسؤول التعليم الثانوي في إقليم عنسبة الأستاذ تخل سنبت زرآي توضيحا عن نتائج المرحلة الثانوية من عام 2013 وحتى 2018، مشددا على منح هذا المجال الاهتمام الكبير. وشرح المميزات والضعف الذي كان في الطلاب الممتحنين للشهادة الوطنية والذين حققوا النقاط المؤهلة لدرجات البكالوريوس والدبلوم والشهادة، مشيرا إلى أن مقاطعة التعليم للزواج وغيرها تؤثر سلبا على العملية التعليمية. وذكر المشاركون أن الاجتماع ساعد لوجود صورة واضحة للتعليم، مؤكدين العمل على الآراء المقدمة للحلول. وقال ممثل مكتب وزارة التعليم في إقليم عنسبة الأستاذ محمد عمر عبد الله إن جهودا حثيثة تبذل لتحقيق خدمات تعليمية جيدة وإحداث تغيير نوعي، داعيا أولياء الأمور للقيام بالتعاون اللازم لإنجاح الأهداف المرجوة وتوجيه أبنائهم. من جهة أخرى، تلقت مدرسة حقات الثانوية دعما عينيا بقيمة 5000 دولار لتوسيع المكتبة الرقمية التي افتتحت العام الماضي بالمدرسة. دعا مسؤول التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ رشيد محمد عثمان لدى لقائه سكان عدروسو بمديرية جندع لتجميع القرى التي يؤثر تناثرها على العملية التعليمية. وأوضح الأستاذ رشيد في اللقاء الذي حضره الأعيان وأولياء الأمور أن التعليم أساس التطور، ولا يمكن الاستفادة من المؤسسات التعليمية التي تشيدها الحكومة دون تجميع القرى التي يتوجب منحها الأولوية. وأشار إلى أن المشاركة التي شهدت تطورا أعاقها الترحال الرعوي وعدم تجميع القرى، داعيا تنسيق كافة الجهات لرفع المشاركة في التعليم عامة والإناث خاصة. وأكد على تقديم الدعم لتشييد المدرسة المقامة في موقع وسط قبل 5 أعوام ببناء حديث. وقالت السيدة فاطمة كنتيباي مسؤولة الخدمات الاجتماعية في مديرية جندع إن سكان عدروسو يواجهون مصاعب في أنشطتهم اليومية لعدم تجمعهم في مكان وسط ومناسب، ودعت لتجمعهم للحصول على الخدمات الاجتماعية.
وأكد السكان بأن عدم التجمع سبب عدم مشاركة أطفالهم في التعليم، موضحين الإيفاء بكل المتطلبات لتدريس أبنائهم. ويزاول سكان عدروسو المكونة من 108 أسرة الزراعة والرعي. تلقى 45 شابا من مديرية سجنيتي دورة تدريبية في الفن لمدة شهرين. تضمنت الدورة التدريبية إعداد السيناريو والفيلم والمسرح والرقصات والموسيقى. وأوضح مسؤول الشباب في المديرية سيد محرة أب عند مريم أن الدورة هدفت إلى صقل قدرات الشباب الفنية للمساهمة لتفعيل الأعمال الثقافية والفنية. من جانبه أوضح مسؤول الشباب في الإقليم الجنوبي السيد جرماي جبرو أن الفن له دور لتنمية وتوريث التراث والقيم والتاريخ. وقدم المشاركون في الدورة أعمالا فنية تعكس الدراسة النظرية والتطبيقية المقدمة. شهدت مدينة كرن في 19 من أبريل إحراق مواد منتهية الصلاحية في إطار رقابة الجارية للمؤسسات التجارية بالمدينة أمام الجهات المعنية. وأوضح مسؤول الرقابة والقانون والانضباط في إدارة مدينة كرن السيد كبراب النرياس أن المواد التي تشتمل على المعكرونة والصلصة وغيرها من المواد تم ضبطها من خلال المعلومات التي أدلى بها المواطنون. وأضاف السيد كبراب عن ضبط وإحراق مواد لبعض المؤسسات التي لا تسمح لها أن تباع في مؤسساتهم. وذكر السيد كبراب المواطنين للتركيز على تاريخ الصلاحية للمواد الاستهلاكية وخاصة الأغذية والمشروبات، مناشدا إياهم لإبلاغ المكتب المعني في حال شاهدوا مخالفة للقانون. أعزائي المشاهدين، كانت تلك أخبارنا الداخلية. فاصل قصير وأوافيكم بالأخبار على الصعيد العالمي. ابقوا معنا. مرحبا بكم. قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن شعبه محب للسلام وأن الدول يجب ألا تهدد باستخدام القوة، وذلك في مستهل عرض كبير للقوات البحرية بمناسبة ذكرى مرور 70 عاما على تأسيسها. ويشرف شي على خطة شاملة لتحديث جيش التحرير الشعبي من خلال تطوير كل شيء ابتداء من الطائرات الشبح إلى حاملات الطائرات في الوقت الذي تعزز فيه الصين من وجودها في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه وحول تايوان، وهو ما أحدث توترا في المنطقة وفي واشنطن. وقال الرئيس في لقاء مع مسؤولين في قوات بحرية أجنبية بمدينة تشينغ داو في شرق الصين إنه يتعين على أساطيل البحرية في العالم العمل معا لحماية الأمن والسلام في البحر. وقال التلفزيون الصيني إن الرئيس اعتلى بعد ذلك المدمرة شينينغ التي حصلت على تصريح بالإبحار قبل عامين فقط لمشاهدة العرض وسط أجواء غائمة وأمطار متقطعة. وقالت الصين إنها ستعرض للمرة الأولى غواصات وسفنا نووية جديدة، وستشارك في العرض 32 سفينة صينية و39 طائرة إلى جانب سفن حربية من 13 دولة من بينها الهند واليابان وفيتنام وأستراليا. أكدت وسائل إعلام كورية شمالية أن زعيم البلاد كيم جونغ أون سيزور روسيا لعقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وبهذه الزيارة يسعى كيم لتصوير نفسه بأنه يعمل لحشد التأييد الأجنبي لخططه للتنمية الاقتصادية منذ انهيار القمة الثانية بين بيونغ يانغ وواشنطن في هانوي خلال شهر فبراير، الأمر الذي أدى إلى تعليق المحادثات مع واشنطن بشأن تخفيف العقوبات الذي كانت تريده كوريا الشمالية. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الزيارة ستتم قريبا دون أن تورد تفاصيل عن توقيتها أو مقر انعقادها. وأبلغ المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الصحفيين بأن بوتين وكيم بصدد اللقاء بحلول نهاية أبريل. ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب فقد شوهد كيم تشانغ سون كبير مساعدي زعيم كوريا الشمالية في فلاديفوستوك، الأمر الذي أثار تكهنات لأن قمة بوتين وكيم ستنعقد في المدينة يومي 24 و25 من أبريل على وجه التقريب. أودت فيضانات الربيع بحياة شخص واحد وأرغمت ما يزيد على 1700 شخص على مغادرة منازلهم في إقليم كيوبيك في كندا، حيث من المتوقع استمرار زيادة منسوب المياه نتيجة لارتفاع درجات الحرارة واستمرار هطول الأمطار على مدى الأيام المقبلة.
وأظهرت صور التقطت من الجو أحياء كاملة مغمورة بالمياه، فيما أذاعت محطات تلفزيونية إخبارية لقطات لسكان يصفون أكياس الرمال حول منازلهم لمنع تدفق مياه الأنهار الفائضة إليها. وذكرت وسائل إعلام أن امرأة عجوزا لقيت حتفها في مطلع هذا الأسبوع بعدما غمرت المياه طريقا كانت تسلكه بسيارتها. وأعلنت الحكومة الاتحادية توجيه مساعدات طارئة إلى كيبك تشمل نشر المئات من جنود القوات المسلحة الذين وصلوا بالفعل للمساعدة في صف أكياس الرمال وغيرها من الجهود. أظهرت لقطات فيديو لممارسة هنود من الهندوس تقاليدهم السنوية الشهرية بإلقاء كرة اللهب على بعضهم البعض داخل معبد آلهة الحرب احتفالا بمهرجان النار. وصنع المشاركون كرات لهب من النخيل المشتعل اعتقادا منهم بأن تلك النار تدمر الشيطان وتشفيهم من الأمراض الخطيرة. ويقوم المهرجان على تكريم التربة والمياه والنار، وهي ثلاثة من العناصر الأساسية الخمسة للحياة. وانقسم المشاركون إلى فريقين ألقى كل لاعب بهما على الفريق الآخر 5 كرات لهب، وهو العدد الأقصى المسموح لكل مشارك. إلى هنا مشاهدينا الكرام وصلت بكم إلى ختام نشرتنا الإخبارية لهذا المساء. تحية لكم من الفضائية الإريترية، في أمان الله.